وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أحبتي في الله، ناسب أن نتحدث في هذه الأمسية المباركة عن ما يجري في العالم من تغيرات، ومن هذه التغيرات تغير المناخ، حيث صار في نيجيريا اليوم ما في مطر، لم ينزل المطر في أوانه التي كنا نتمنى، ذلك بأن العالم يتغير. ومما يؤكد هذا إن الحكومة قد قامت بالبحث عن هذه الأشياء، فمما أدى إليه بحثهم أن من المتوقع ألا ينزل المطر في أوانه المتوقع، ثم ينقطع نزول المطر قبل تمام أوانه المعهودة، وهذا مخيف جدا. ومما يزداد خوفنا هو أن الحرارة ترتفع كل يوم، الأمر الذي أدى إلى ممات كثير من الناس في بعض الولايات. ولذلك نرى من المهم أن ننظر إلى هذه الأحوال كمؤمنين نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقالا سقناه لبلد ميت كما قال في سورة الأعراف. وهذه الأمطار والرياح يصرفها الله سبحانه وتعالى إلى من يشاء ويصرفه عن من يشاء، أخذا من قوله تعالى في سورة النور. وخلاصة القول أقول أننا كالمسلمين لا بد لنا أن نؤمن بأن المطر لا ينزل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، لذلك لا بد من أن ندعوه. ثانيا، ولا بد أن نقول للحكومة من أعمالها أن تدافع عن كل ما سيقع على الأمة من أمراض وفقر وعدم الأمطار وغير ذلك بقدر طاقتنا. لذلك نقول قومي أيتها الحكومة النائسة، قومي من نومك وافعلي ما يجب عليك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا لما يرضيك أعمالنا، وصلى الله وسلم على محمد. All praise